السلام عليكم، مرحبا بكم في القناه ديالي قناه ام ريم. اليوم ان شاء الله تحضروا معايا صابلي صحي خصوصا للاطفال وغادي ينفعكم بزاف في اللانش بوكس. عندي هنا الشوفان كما كتشوفوا، عندي الزبده، عندي هنا العدس خلطته مع زريعه الكتان والزنجلان. هنا الزرار اللي بغيتو ديروه غادي ديروه. انا هنا درت بالنسبه لبنتي عندها شويه ديال فقر الدم كندير ليها العدس، بغيتو تحيدوه. عندي هنايا الزرع عادي يعني بالمخاله ديالو غتخليوه كلشي. عندي هنا اللوز يمكن لكم تعوضوه باي مكسرات عندكم. عندي الصوجا، وهنا عندي شويه تمر اللي كيكون معجون، وعندي شويه الشكلاط. هنا هاد المكونات يمكن لكم نتوما تضيفوا اللي بغيتو وتحيدوا اللي بغيتو على حسب وليداتكم. واخا هادشي راه كله غادي يدار ما غاديش يبان، غيعطي نكهه زوينه، خصوصا فيه الشكلاط وفيه هذاك التمر غادي يعطي حلاوه زوينه. هنا غادي ندوز للطريقه. هنا قبل ما ندوز للطريقه قبل ما ننسى، هنا هاد المكونات كلهم غادي نديروهم شويه. هنا ضروري ندوزهم فوق البوطه باش يطحنوا يجيو ساهلين. نبغيو نطحنوهم، غندوزو الشوفان وغادي ندوز اللوز والصوجا وغندوز هاد العدس مع زريعه الكتان والزنجلان، ضروري باش يطحنوا يجيو ساهلين. هنا كما كتشوفوا راني طحنت المكونات بعد ما سخنتهم مزيان باش دغيا كيطحنوا. هنا طحنت داك العدس مع زريعه الكتان ودوك الزراري. هنا درت هذا راه الشوفان وهذا اللوز وهذه الصوجا، وحتى ما دوزت معاهم هاد التمر هذا باش كيجي ساهل. يمكن لكم ديروا حتى الزبيب، المهم اي حاجه عندكم غادي ديروها. يعني هاد الوصفه هذه باش زوينه، اي حاجه يمكن لكم تدخلوها. المهم هنا من بعد ما طحنت المكونات كاملين غادي نزيد واحد نص رابعه ديال الزبده. هذيك الباكيه فيها رابعه، غناخذوا حنا غير النص ديالها اللي كيكون ديجا خرجتوه من الثلاجه باش كتكون رطبه. والشوكولاته هنايا كانوا عندي شي حبات ديال الشوكولاته راني استعملتهم، غادي نحكهم في هذه الحكاكه هذه، غادي نحكهم باش كيعطيو ديك الحلاوه. يمكن الا عندكم الكاكاو والمر حتى هو غادي يكون مزيان. المهم دخلوا ليهم فحال هكا باش كيعطي البنه. غادي نحكوا بهذا الشكل هذا. ندير واحد المعلقه صغيره ديال خميره الحلوه باش كيجي هشيش ما كيجيش قاصح. صافي. وهنا غندير الزرع تقريبا. هنا ما عطيتكمش الكميه، نتوما داكشي اللي عندكم تقدروا ديروا كاس من الحاجه اولا ديروا نص كاس، المهم على حسب نتوما شحال بغيتو ديال البسكويت، بزاف ولا شويه. عطيتكم غير العبار ديال الزبده. بالنسبه لهاد المكونات اللي درت انايا، هنا درت تقريبا هنا دايره كاس، وهنا درت غير حفنه ديال الصوجا. هنا كما شفتوا غير شويه ديال المكسرات اللي عندكم. وكذلك هنا الشوفان حتى هو جهد كاس، وهنا كذلك كما كتشوفوا جهد كاس ونص بحال هكاك عامر ديال الزرع. خليوه بالنخاله ديالو. غادي نحيد هاد التمر هذا وغنزيد واحد القبصه ديال الملح. هنا غادي ننسى السنيده، هنا غادي ندير جهد 3 المعالق كبار ديال السنيده. الا عندكم العسل الحر غادي يكون حسن، والا عندكم السكر البني غادي يكون حسن. صافي. وغادي نعجن هاد المكونات مزيان. هذا الشكل ديال العجينه كما كتشوفوا. الا مبغاتش تجمع لكم غادي شويه ديال الحليب ولا غادي شي بيضه. انا غير كنعطيكم اقتراحات اللي ما بغاتش تجمع لي العجينه. انا دابا ما غنخليهاش ترتاح، غنخدم بها مباشره. غناخذ بلاستيكه عاديه غادي نقسمها على هذا الشكل هذا وغندير فيها واحد جزء من العجينه. ما غاديش نديرها بالطحين، غادي نديرها غير على شكل بلاستيك ما بين البلاستيكات، وغادي غنسرحها بمدلك بهذا الشكل هذا ونبقى ندور هكا ونجمع ونديروه ما رقيق ما غليظ، نديروه متوسط باش ما يتكسرش. هاد البسكويت راه كينفع بزاف. انا شخصيا كنعطيه لبنتي في اللانش بوكس ديالها، كينفع خصوصا في الفطور، صحي بزاف، يمكن يتكل غير بوحدو، راه فيه بزاف ديال الفوائد. بلا ما ناكلو معاه حاجه اخرى راه كافي. غادي نجيب واحد المرشم، اي مرشم بغيتو ديرو يمكن لكم ديروا. انا غندير مرشم دائري. الشكل ديال القلب بغيت نوريه لكم، كيجي زوين بزاف بالنسبه للبنيات. صاوبوه اليوم غادي يعجبهم خصوصا في اللانش بوكس. اي شكل كيبغيو وليداتكم لعبوا على الاشكال حتى هما كيلعبوا دور كبير باش الوليدات كياكلوا. هنا الاشكال اللي بغيتو تستعملوا. هنا انا غندير قليب وغادي ندير هذا الشكل هذا الدائر.
كما شفتوا راه كيجي يعني ما كيتهرس ما والو. فهداك شويه ديال الدقيق اللي درنا يعني كيعاوننا. دابا غادي نديرو في هاد اللاطه هادي اللي غتدخل الفران، كدهنوها قبل صافي. غادي ديروه على عافيه مهيله تيطيب على خاطرو، ما تجهدوش عليه العافيه باش كيبقى على الشكل ديالو. ومن بعد ما نخرجوا ان شاء الله غادي نوريكم الشكل النهائي. وهذا الشكل النهائي ديال البسكوي كما شفتوا كيجي غزال بزاف، واهم حاجه انه صحي للوليدات الصغار خصوصا في الفتره هذه ديال المدرسه والناس اللي كتستعمل لانش بوكس. يعني كنصحكم انكم تجربوه وتعطوه لوليداتكم، كيجي غزال بزاف بزاف. واهم حاجه صحي، دائما الحاجه الصحيه اهم حاجه. كنتمنىكم تجربوه وتخلوا لي التعليق ديالكم في كومونتير. شكرا لكم على المتابعه، بالصحه والراحه.